يعد فيلم الناصر صلاح الدين الذي أنتج عام 1963 ليس مجرد فيلم تاريخي عابر في مسيرة السينما المصرية، بل هو ظاهرة ثقافية وسياسية وفنية متكاملة الأركان، مثلت ذروة الطموح الإنتاجي والسينمائي في عصر الجمهورية العربية المتحدة. إن هذا العمل الذي يمتد زمن عرضه لقرابة 3 ساعات 179 دقيقة لم يكن مجرد سرد لسيرة القائد الأيوبي، بل كان مشروعا صيغ بعناية ليعكس التحولات العميقة في الهوية العربية إبان الحقبة الناصرية، متجاوزا حدود الشاشة ليصبح جزءا من الوجدان القومي. ومن خلال تحليل معمق لهذا الأثر السينمائي نجد أننا أمام تداخل معقد بين الرؤية الفنية الفذة للمخرج يوسف شاهين والإصرار الإنتاجي الأسطوري للمنتجة آسيا داغر، وبين سياق سياسي استثنائي جعل من التاريخ سلاحا في معركة الحاضر. يعد فيلم الناصر صلاح الدين 1963 للمخرج يوسف شاهين علامة فارقة في تاريخ السينما العربية، ليس فقط لضخامة إنتاجه أو ميزانيته التي كانت الأعلى في حينها، بل لكونه مختبرا بصريا وإيديولوجيا تداخلت فيه طموحات الدولة الناصرية مع رؤية مخرج طليعي يسعى لإعادة تعريف السينما الملحمية. إن هذا العمل الذي يحتل المرتبة 11 في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية يمثل ذروة محاولات السينما المصرية في الستينات لصناعة أسطورة قومية قادرة على مضاهاة الملاحم العالمية، وفي الوقت نفسه تقديم خطاب سياسي مباشر يربط بين التاريخ الأيوبي والواقع العربي المعاصر لصدور الفيلم. تكمن أهمية الفيلم في كونه لم يقصد التوثيق التاريخي بقدر ما قصد بناء أمثولة سياسية، حيث يتم استحضار شخصية صلاح الدين الأيوبي كقناع درامي لشخصية جمال عبد الناصر، وهو ما يفسر إقحام لقب الناصر في العنوان رغم عدم شيوعه التاريخي في وصف القائد الكردي. إن هذا البحث يسعى لتشريح الفيلم من زوايا متعددة تشمل ظروف الإنتاج المريرة والبناء الدرامي الذي شارك فيه عمالقة الأدب، واللغة السينمائية التي وظفت المونتاج الروسي والإضاءة المسرحية، وصولا إلى تحليل الانزياحات التاريخية التي وظفت لخدمة المشروع القومي العربي. يعد فيلم الناصر صلاح الدين الذي أخرجه يوسف شاهين عام 1963 ذروة الطموح السينمائي العربي في القرن العشرين، ليس فقط من حيث كونه أضخم إنتاج سينمائي في تاريخ مصر آنذاك بميزانية ناهزت 200 ألف جنيه مصري، بل لكونه نصا بصريا معقدا يعيد صياغة التاريخ القرصطي ليخدم طموحات النهضة العربية المعاصرة في الستينات. إن تحليل الشخصيات في هذا العمل يتجاوز السرد الدرامي التقليدي، فهو استنطاق لرموز أيديولوجية تمثل صراع القوى والبحث عن الهوية والمثالية القومية التي كان يتبناها نظام جمال عبد الناصر في ذلك الوقت. لقد استطاع شاهين عبر رؤية إخراجية طليعية أن يحول القائد الكردي صلاح الدين الأيوبي إلى أيقونة عروبية بامتياز، موازيا بين استرداد القدس من الصليبيين واستعادة السيادة العربية من القوى الاستعمارية الحديثة. تعد السينما التاريخية العربية وفي مقدمتها فيلم الناصر صلاح الدين 1963 نموذجاً مثالياً لدراسة التداخل بين الفن والسياسة وبين التوثيق التاريخي والرؤية الدرامية. إن إنتاج فيلم بهذا الحجم في مطلع الستينيات لم يكن مجرد مغامرة فنية للمخرج يوسف شاهين، بل كان مشروعاً قومياً بامتياز تضافرت فيه جهود الدولة المصرية مع أبرز العقول الأدبية والفنية لتشكيل وعي جمعي حول الهوية العربية. ومع ذلك فإن هذا العمل الملحمي الذي استقر في الوجدان العربي كمرجع بصري شبه وحيد لتلك الحقبة يواجه اليوم تدقيقا نقديا وتاريخيا يكشف عن فجوات هائلة وتشويهات متعمدة للحقائق استهدفت تطويع التاريخ لخدمة الخطاب السياسي الناصري. إن هذه الدراسة تتجاوز مجرد رصد الأخطاء لتغوص في مسبباتها الأيديولوجية والجمالية، وتحلل كيف تحول القائد الكردي صلاح الدين إلى أيقونة للعروبة، وكيف أعيدت صياغة الحروب الصليبية لتلائم تطلعات الوحدة العربية في القرن العشرين. بدأت رحلة الفيلم بمغامرة إنتاجية وصفتها صاحبتها آسيا داغر بأنها تجربة إنتاجية مريرة، فقد استغرق العمل عليه قرابة 5 سنوات من التحضير والتنفيذ، وهو زمن غير مسبوق في الصناعة السينمائية العربية حينها. واجهت شركة لوتس فيلم تحديات مادية ولوجستية هائلة، حيث رصدت للفيلم ميزانية وصلت إلى 200 ألف جنيه مصري،
وهي أعلى ميزانية خصصت لفيلم مصري في ذلك التاريخ. لم تكن ولادة فيلم الناصر صلاح الدين يسيرة، بل كانت نتاج مغامرة إنتاجية كبرى قادتها المنتجة آسيا داغر، التي وضعت كل ثروتها وتاريخها المهني على المحك لتقديم هذا العمل. بلغت ميزانية الفيلم نحو 200 ألف جنيه مصري، وهو رقم فلكي بمقاييس عام 1963، مما وضعه في صدارة الإنتاجات المصرية تاريخياً. هذه الميزانية الضخمة لم تكن ترفاً، بل كانت ضرورة لتغطية نفقات التصوير التي استمرت قرابة عامين، وتجهيز معسكرات تدريبية للممثلين والجنود، فضلاً عن بناء ديكورات تعيد رسم مدن عكا والقدس وعسقلان. إن وصف آسيا داغر للتجربة بأنها مريرة نابع من حجم الضغوط المالية التي واجهتها، حيث اضطرت للاستدانة من هيئة السينما، وتم الحجز على أثاث بيتها وشركتها لضمان استكمال الفيلم. هذا الإصرار الإنتاجي يعكس إدراكاً عميقاً في ذلك الوقت لأهمية السينما القومية كأداة للقوة الناعمة، قادرة على صياغة الوعي الشعبي وتصدير صورة مشرقة عن القيادة والوحدة العربية. بدأ مشروع الفيلم بفكرة من المخرج عز الدين ذو الفقار، الذي كان يميل إلى الدراما الرومانسية، إلا أن حالته الصحية ووفاته لاحقاً جعلت الدفة تنتقل إلى يوسف شاهين، المخرج الذي كان قد بدأ للتو في تشكيل ملامحه السينمائية المتمردة والباحثة عن الذات وسط الجماعة. إن تدخل الدولة في الإنتاج كان واضحاً، حيث كان الهدف الأساسي هو إيجاد معادل تاريخي لشخصية جمال عبد الناصر، وهو ما يفسر إقحام لقب الناصر في العنوان، رغم أن هذا اللقب لم يكن هو المعرفة الوحيدة أو الأشهر لصلاح الدين الأيوبي. لم تكن الميزانية الضخمة مجرد رقم، بل كانت عبئاً أثقل كاهل آسيا داغر إلى درجة أنها اضطرت لرهن عمارتها السكنية واستدانت من هيئة السينما، بل ووصل الأمر إلى حد الحجز على أثاث بيتها وشركتها لضمان استمرار التصوير. هذه التضحيات تعكس إيماناً مطلقاً بجدوى العمل الفني، لكنها كشفت أيضاً عن الفجوة بين الطموح السينمائي والواقع الاقتصادي للصناعة في تلك الحقبة. استمرت آسيا في سداد ديونها لمؤسسة السينما لسنوات طويلة بعد عرض الفيلم، وحاولت تعويض خسائرها من خلال إنتاج أفلام أخرى، إلا أن معظمها لم يحقق النجاح المطلوب، مما عمق من أزمتها المالية الشخصية والمهنية. تفاصيل الإنتاج والجوانب الإنتاجية والتقنية الأساسية. سنة الإنتاج 1963 ميزانية الفيلم 100 ألف جنيه مصري. مدة التحضير والتصوير 5 سنوات. الشركة المنتجة لوتس فيلم آسيا داغر والمؤسسة المصرية للسينما. مدير الإنتاج مصطفى عبد اللطيف وإبراهيم مصطفى المعمل الطبع والتحميض. معامل دنهام لندن واستوديو مصر. العنصر التفاصيل التأثير على العمل جهة الإنتاج لوتس فيلم آسيا داغر بالتعاون مع المؤسسة المصرية للسينما. أزمة مالية حادة للمنتجة أدت لرهن ممتلكاتها. المخرج الأصلي عز الدين ذو الفقار انسحب بسبب المرض، ورشح يوسف شاهين مدة الإعداد 5 سنوات ضمنت معسكراً تدريبياً لمدة 6 أشهر في العباسية. المشاركة العسكرية أكثر من 20 ألف جندي من الجيش المصري. إضفاء صبغة واقعية وضخمة على مشاهد المعارك. الخام السينما سكوب ملون كولر سينما سكوب. استخدام تقنيات العرض العريض لتعزيز البعد الملحمي. كان المشروع في بدايته مخصصاً للمخرج الكبير عز الدين ذو الفقار، الذي وضع المعالجة الأولى للفيلم بالتعاون مع نجيب محفوظ ويوسف السباعي. ومع ذلك فإن القدر والوعكة الصحية الشديدة التي ألمت بذوي الفقار حالت دون إتمامه للمهمة، مما دفعه إلى ترشيح يوسف شاهين للمنتجة آسيا داغر، مؤكداً لها أن شاهين هو الشخص الوحيد القادر على تنفيذ هذا العمل بالملحمية المطلوبة. دخول يوسف شاهين إلى المشروع لم يكن مجرد استكمال لمسيرة مخرج آخر، بل كان إعادة صياغة جذرية للنص والرؤية البصرية. فبينما كان عز الدين ذو الفقار يميل إلى التركيز على شخصية عيسى العوام كبطل للفيلم، أعاد شاهين بالتعاون مع عبد الرحمن الشرقاوي صياغة السيناريو ليصبح صلاح الدين هو المركز والقطب. هذا التحول الدرامي جعل من الفيلم عملاً ملحمياً يتناول صراع القوى والحضارات بدلاً من مجرد قصة بطولة فردية أو حكاية حب في زمن الحرب. يتميز فيلم الناصر صلاح الدين بأنه ثمرة تعاون استثنائي بين مجموعة من أبرز عقول الأدب والسينما في مصر. فالقصة الأصلية ليوسف السباعي خضعت لمعالجة درامية وسيناريو وحوار شارك فيه نجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي وعز الدين ذو الفقار. هذا التعدد في الأصوات
أدى إلى خلق توازن دقيق بين الرومانسية الملحمية التي يفضلها السباعي والعمق التاريخي والدرامي الذي يتميز به محفوظ، والروح الثورية والعروبية التي يبثها الشرقاوي في كتاباته. ينقسم العمل درامياً إلى مستويات متعددة. المستوى الأول هو الصراع العسكري والسياسي بين الجبهة العربية الموحدة والتحالف الصليبي، والمستوى الثاني هو الصراع الداخلي في المعسكرين، الخيانة مقابل الإخلاص. أما المستوى الثالث فهو القصص العاطفية التي وظفت كرموز سياسية مثل قصة عيسى العوام ولويزا. لقد نجح السيناريو في نقل معركة حطين وما تبعها من حصار لعكا وتحرير للقدس ليس كوقائع جافة، بل كدراما إنسانية تتصادم فيها الإرادات. لقد شارك في صياغة هذا العمل عمالقة الأدب، فالمعالجة السينمائية حملت بصمات نجيب محفوظ، بينما شارك يوسف السباعي في القصة والحوار، وعبد الرحمن الشرقاوي في السيناريو والحوار. هذا المزيج الأدبي أفرز نصاً قوياً من الناحية الدرامية، لكنه كان محملاً برؤى متضاربة. فواقعية محفوظ التقت مع غنائية الشرقاوي لتنتج بطلاً مثالياً يقترب من السوبرمان الأخلاقي، وهو ما أدى بالضرورة إلى التضحية بالدقة التاريخية لصالح البطل الرمز. اجتمع لفيلم الناصر صلاح الدين نخبة من أعظم العقول السينمائية في مصر، مما أسهم في خلق لغة بصرية وفريدة ظلت خالدة في الذاكرة. لعب الفنان شادي عبد السلام دوراً محورياً كمصمم للملابس والإكسسوارات، بالتعاون مع ولي الدين سامح وجبرائيل كراز. بفضل خلفية شادي المعمارية وشغفه بالتنقيب الأثري، لم تكن الملابس مجرد أزياء، بل كانت أدوات سردية تعكس الدواخل الإنسانية للشخصيات. تمكن شادي من حل الإشكالية التاريخية المرتبطة بفن الإخراج السينمائي من خلال بناء معمارية للفيلم توازن بين الشكل والمحتوى، وهو ما جعل العمل يتنفس رائحة التاريخ رغم الخلافات حول الدقة التوثيقية. أحد أهم عوامل القوة البصرية في الناصر صلاح الدين هو عمل الفنان شادي عبد السلام في تصميم الملابس والديكور والإكسسوار. اعتمد شادي على أبحاث مكثفة في المتاحف والنصوص الأثرية لضمان دقة تاريخية في المظهر الخارجي، حتى وإن كانت القصة ذاتها منحازة درامياً. صمم شادي ملابس تعكس تباين الثقافات، فملابس الجيش الأيوبي تتسم بالبساطة والصلابة المستمدة من البيئة الصحراوية، بينما ملابس الصليبيين خاصة فرسان المعبد ولويزا تتسم بالفخامة الثقيلة والدروع المعقدة التي تعكس الجمود والتعصب الأوروبي في تلك الحقبة. يظهر إبداع شادي عبد السلام أيضاً في تصميم الأسلحة والرايات والخيام، مما منح الفيلم هوية بصرية عالمية جعلت المخرج الإيطالي روبرتو روسيليني يعجب بأعماله لاحقاً. إن الديكورات التي بنيت لعكا والقدس لم تكن مجرد خلفيات، بل كانت شخصيات في حد ذاتها تعبر عن صمود الأرض العربية في وجه الغزو. شهد اختيار طاقم التمثيل صراعات وكواليس لا تقل إثارة عن الفيلم نفسه. كان المرشح الأول لدور صلاح الدين هو الفنان رشدي أباظة، الذي بدأ بالفعل التدرب على الفروسية، إلا أن خلافات مع المخرج يوسف شاهين أدت إلى استبعاده. ذهب الدور في النهاية إلى أحمد مظهر، الذي كان زميلاً لجمال عبد الناصر في الكلية الحربية، مما أضفى بعداً رمزياً إضافياً على الشخصية. مظهر الذي تردد في البداية لخشيته من ضخامة الدور قدم أداءً اتسم بالرصانة والهدوء، مما عزز صورة صلاح الدين كقائد متسامح وحكيم، وهو ما كان يخدم الرؤية السياسية للفيلم. شهد الفيلم مباراة تمثيلية كبرى، لكنها لم تخلو من الكواليس المتوترة. أحمد مظهر الذي جسد شخصية صلاح الدين كان قد حقق نجاحاً مدوياً في فيلم وإسلاماه قبل عام ونصف، مما جعل المنتجة آسيا تصر عليه رغم تحفظات يوسف شاهين. صرح شاهين لاحقاً بأنه لم يكن مقتنعاً بمظهر كممثل، وأنه قبله فقط لإلحاح المنتجة وتألقه في أدوار الفروسية، وهو ما أدى لقطيعة طويلة بينهما. رغم ذلك قدم مظهر أداءً أيقونياً، حيث نجح في الجمع بين هيبة القائد ورقة الإنسان، وهو التوازن الذي تطلبه الدور لإظهار شهامة صلاح الدين. وفي المقابل برع حمدي غيث في دور ريتشارد قلب الأسد، حيث رسم شخصية معقدة لملك محارب يقدر الفروسية، لكنه يقع ضحية لمؤامرات حلفائه فيليب ملك فرنسا وكونراد. أما ليلى فوزي في دور فرجينيا جميلة الجميلات، فقد قدمت نموذجاً للمرأة المحركة للشر والمؤامرات، وهي شخصية رمزية وظفت لإضفاء بعد ميلودرامي على الصراع السياسي. كان الأداء التمثيلي في الفيلم يميل أحياناً إلى الأوفر المبالغة والتمثيل الصوتي العالي والحركات المسرحية،
باستثناء نادية لطفي، لويزا، وتوفيق الدقن، اللذين قدما أداء طبيعيا مريحا. ومع ذلك فإن هذه المبالغة كانت تخدم الطابع الملحمي والخطابي للفيلم، الذي كان يتوجه لجمهور يحتاج إلى رسائل واضحة ومباشرة. تجسد شخصية صلاح الدين الأيوبي كما أداها الفنان أحمد مظهر نموذجا فريدا للبطل الملحمي الذي يجمع بين الزهد الصوفي والحكمة السياسية والفروسية العالية. لم يكن اختيار مظهر زميل جمال عبد الناصر في الكلية الحربية اختيارا عشوائيا، بل كان يهدف إلى استحضار صورة القائد المعاصر في قالب تاريخي. يظهر صلاح الدين في الفيلم كقائد يرفض المجد الشخصي، ففي افتتاحية المشاهد التي تلي الانتصار نراه يبتعد عن صخب الاحتفالات ليتأمل في عظمة المسؤولية الملقاة على عاتقه، مما يرسخ صورة الحاكم الزاهد الذي يرى في السلطة وسيلة للعدالة لا غاية في ذاتها. هذا التقديم الدرامي ينسجم مع الرؤية الناصرية للقائد الذي يستمد شرعيته من تماهيه مع آمال الشعب لا من بريق التاج. تتميز شخصية صلاح الدين في الفيلم بقدرة استثنائية على ضبط النفس، فهو يحارب الغضب الداخلي بقدر ما يحارب الأعداء الخارجيين، مما يجعله رمزاً للعقلانية العربية في مواجهة الهياج الصليبي. إن صراعه مع رينو دي شاتيون أرناط لم يكن مجرد صراع عسكري، بل كان صراعاً أخلاقياً بين من يلتزم بالمواثيق ومن يغدر بها. اعتمد يوسف شاهين على تقنية النسبة الذهبية في تأطير صلاح الدين داخل الكادر السينمائي، حيث يوضع البطل دائما في مركز الثقل البصري، مما يمنح المشاهد شعورا بالاستقرار النفسي والاتزان عند النظر إليه. هذا الاستخدام الواعي للإطار السينمائي يعزز فكرة صلاح الدين، كان محور تدور حوله الأحداث وتستكين عنده الصراعات. على النقيض من صلاح الدين تبرز شخصية ريتشارد قلب الأسد التي جسدها حمدي غيث ببراعة مسرحية كأكثر الشخصيات الصليبية تعقيداً وعمقاً. ريتشارد ليس شريراً نمطياً، بل هو بطل تراجيدي ممزق بين واجباته كملك مسيحي وإعجابه السري بخصمه العربي. يستخدم يوسف شاهين استعارة الشطرنج لتوضيح البنية الذهنية لريتشارد، فاللعبة تمثل منطقه البارد وطموحه الاستراتيجي في السيطرة على أورشليم، بينما تمثل زوجته ملكة إنجلترا الجانب العاطفي الذي يحاول قمعة لصالح صورته كقائد لا يقهر. إن ريتشارد في الفيلم يعاني من ضغط العرش، فهو يدرك أن الهزيمة في الشرق تعني ضياع ملكه في إنجلترا لصالح أخيه جون، مما يجعله يرفض السلام في البداية ليس كرها فيه، بل خوفا من تداعياته السياسية. كان شاهين يصور ريتشارد غالبا من زوايا غير مريحة أو حادة، وبحركات كاميرا مضطربة، ليعكس شعور القلق الوجودي الذي ينتاب الغازية في أرض غريبة لا ترحب به. إن تصويره وهو يتكعبل في جثث الموتى يعطي دلالة بصرية على عبثية الحرب التي يقودها والآلام التي يسببها حتى لأتباعه. تعتبر قصة الحب بين عيسى العوام صلاح ذو الفقار ولويزا نادية لطفي القلب النابض للفيلم، والرسالة الأكثر وضوحاً التي أراد يوسف شاهين المخرج المسيحي توجيهها لجمهوره. في تحريف تاريخي متعمد حول الفيلم عيسى العوام من بطل مسلم إلى مسيحي عربي، والهدف من ذلك هو التأكيد على أن العروبة هوية ثقافية وحضارية وليست مجرد انتماء ديني. يمثل عيسى الجندي المجهول الذي يضحي بحياته من أجل الأرض، مؤكداً أن القدس مقدسة لدى المسيحيين العرب بقدر قدسيتها لدى المسلمين. استخدامه للصليب في مواجهة الصليبيين الأوروبيين يمثل لحظة صدام بين الإيمان الأصيل والاستعمار المتستر بالدين. تمثل لويزا دور المحارب الذي يكتشف الحقيقة، فهي تبدأ من موقع العداء والتعالي العرقي، رافضة الارتباط بعربي، ومع ذلك فإن احتكاكها بعيسى العوام ونبل أخلاق صلاح الدين يغير بوصلتها الأخلاقية، لتتحول من أداة في الحرب الصليبية إلى شاهدة على عدالة القضية العربية. يرمز الصليب الذي يتناقله الحبيبان إلى القيم الروحية المشتركة التي تعلو فوق صراع الممالك. لإبراز نبل أبطال المعسكر العربي صاغ شاهين وكتابه شخصيات تمثل الشر المحض أو الانتهازية السياسية التي تعيق مسيرة التاريخ. فيرجينيا ليلى فوزي هي المحرك الفعلي للمؤامرات الصليبية، فهي المرأة اللعوب فام فاتال التي تستخدم البروباغندا والأكاذيب لتجميع ملوك أوروبا خلف رايتها. تمثل فيرجينيا العقل الاستعماري الذي لا يهتم بالأرواح بقدر اهتمامه بالثروة والنفوذ. رينو دي شاتيون أرناط
يجسد الوحشية المنفلتة، فهو الشخص الذي يخرق العهود ويذبح الحجاج المسلمين، مما يجعله المحفز الدرامي الذي يبرر تحرك صلاح الدين للحرب. قتله في مبارزة خلافا للتاريخ يمنح المشاهد شعورا بالرضا والعدالة الناجزة. والي عكا توفيق الدقن هو الرمز الأقوى للخيانة الداخلية. تم تصويره كشخص انتهازي يبيع مدينته من أجل الذهب والبقاء في السلطة. هذا التشويه المتعمد للقائد التاريخي بهاء الدين قراقوش كان يهدف إلى تحذير الجماهير في الستينات من مغبة التآمر الداخلي الذي قد يجهض المنجزات القومية. الممثل الشخصية: الطبيعة الدرامية أحمد مظهر صلاح، الدين الأيوبي القائد الحكيم، والفروسية العربية حمدي غيثي ريتشارد قلب الأسد، الخصم الند والفروسية الأوروبية صلاح ذو الفقار عيسى العواما لقائد العربي المسيحي، والوحدة الوطنية نادية لطفيل ويزا الفارسة الصليبية، والجانب الرومانسي خيالية ليلى فوزي فيرجين يا التآمر السياسي والتعصب الصليبي، خيالية ليلى طاهر ملكة، إنجلترا الجانب الإنساني في المعسكر الآخر محمود الميليجيك، ونراد للطموح السياسي الغربي أحمد لوكسرينو دي شاتيون أرناط. الغدر والوحشية الصليبية لا يمكن فصل فيلم الناصر صلاح الدين عن السياق السياسي لمصر في الستينيات. لقد صيغ الفيلم ليكون مرآة تعكس صورة جمال عبد الناصر في شخصية صلاح الدين الأيوبي، وهو ما يتضح من خلال إلحاق لقب الناصر بالاسم، وهو لقب لم تكن كتب التاريخ تصف به القائد الكردي في المعتاد، بل كان الربط متعمدا مع الناصرية. يتجلى الخطاب القومي في الفيلم من خلال الحوار الذي وضعه عبد الرحمن الشرقاوي ويوسف السباعي، حيث يردد صلاح الدين عبارات مثل: بالوحدة فقط بين بلدان العرب يمكننا أن نحرر المقدس. الفيلم يسعى لتكريس فكرة العروبة كجامع يتجاوز الأديان، وهو ما يبرزه دور عيسى العوام المسيحي الذي يحارب في صفوف صلاح الدين، واختيار يوسف شاهين المخرج المسيحي لتقديم قصة بطل مسلم يحرر القدس. هذا التوجه الأيديولوجي جعل من الفيلم استثماراً سياسياً في التاريخ لخدمة رؤية عبد الناصر للنهضة العربية ولتحرير فلسطين. حتى الخطاب الديني في الفيلم اتسم بصبغة علمانية مبكرة من خلال جملة الدين لله والأرض للجميع، وهي دعوة للتعايش السلمي تحت راية القومية لا تحت شعارات دينية ضيقة. لا يمكن قراءة الفيلم بعيداً عن المشروع السياسي لجمال عبد الناصر، فالفيلم أصدر في ذروة الصعود القومي العربي، وكان يهدف بشكل مباشر للربط بين صلاح الدين الأيوبي وناصر. يظهر هذا بوضوح في الحوار الذي تم تعديله في مرحلة الدوبلاج لاستبدال كلمة المسلمين بكلمة العرب، وتصوير صلاح الدين كخادم للعرب وسلطان العرب، متجاوزا أصوله الكردية ومرجعيته الإسلامية الشاملة. يخطب صلاح الدين أحمد مظهر في الفيلم قائلا: أيها العرب، إنها معركة الشرف. ويركز الخطاب الدرامي على أن بالوحدة فقط بين بلدان العرب يمكننا أن نحرر المقدس. هذا التوظيف للعروبة كان يهدف إلى شرعنة أحلام الوحدة العربية في الستينات، وتحويل الصراع مع الاستعمار الحديث إلى امتداد للصراع مع الفرنجة قديما، حتى أن شعار الدين لله والوطن للجميع الذي يتردد في الفيلم يعكس رغبة ناصرية في تقديم نموذج علماني قومي يستوعب المسيحيين العرب في النضال ضد الآخر الغربي الذي استخدم الصليب كقناع لمطامعه الاستعمارية. إن الناصر صلاح الدين هو في جوهره فيلم عن جمال عبد الناصر في رداء العصور الوسطى، فالفيلم يؤكد على ضرورة الوحدة العربية كشرط أساسي للنصر، وهي الفكرة التي كان ينادي بها ناصر في ظل تشكل الجمهورية العربية المتحدة مصر وسوريا وتفككها لاحقا. عندما يقول صلاح الدين في الفيلم: حلمي أن أرى أمة عربية تحت علم واحد، فإنه يتحدث بلسان الأيديولوجيا الناصرية التي ترى في العروبة درعا ضد الإمبريالية، كما أن تصوير الصليبيين كأجانب غرباء يوازي النظرة المصرية للقوى الاستعمارية بريطانيا وفرنسا التي شنت العدوان الثلاثي عام 1956. المبدأ النصري تجليه في شخصيات الفيلم القومية العربية التوحيد صلاح الدين لجيوش مصر والشام تحت راية وحدتا العلمانية القومية إبراز مسيحية عيسى العوام كجزء أصيل من النضج العربي العداء للاستعمار تصوير الحملات الصليبية كمحاولات نهب وليست رحلات دينية تطهير، الجبهة الداخلية محاكمة والي عكا كنموذج لتطهير المجتمع من الخونة الجدل التاريخي مقابل الضرورة الدرامية، والمفارقات بين التمثيل السينمائي والواقع التاريخي والتشويه التاريخي للشخصيات، إعادة صياغة الرموز
واختلاق الوقائع الدرامية وتجاوز السجلات التاريخية والمقارنة مع المصادر التاريخية ابن شداد كمرجع. تعرض الفيلم لانتقادات حادة من قبل المؤرخين بسبب تزييف بعض الحقائق التاريخية، إلا أن المدافعين عنه يرون أن الفن ليس أداة توثيق حرفية بقدر ما هو رؤية ذاتية وتفسير للروح التاريخية. إن هذه الانزياحات لم تكن مجرد أخطاء ساذجة، بل كانت تزويراً واعياً لخدمة أهداف سياسية معاصرة، فجعل عيسى العوام مسيحياً يهدف لترسيخ القومية العربية العابرة للأديان، وتصوير والي عكا خائناً كان إسقاطاً على مخاوف النظام الناصري من الخيانة الداخلية أو القوى السياسية المعارضة مثل اليمين أو الإقطاع التي قد تتحالف مع الخارج. لم تكن الأخطاء التاريخية في الفيلم مجرد سقطات بحثية، بل كانت عملية إعادة هندسة للشخصيات لتناسب ثقافة الوحدة الوطنية والقومية العربية العابرة للأديان. يعد تحريف شخصية عيسى العوام المثال الأكثر صخباً على تدخل الرؤية الأيديولوجية في التاريخ، فبينما صوره الفيلم كقائد مسيحي يقع في حب لويزا الصليبية تؤكد كافة المراجع التاريخية الموثوقة، ومنها رواية ابن شداد المعاصر للأحداث، أن عيسى العوام كان غواصاً وجندياً مسلماً من طراز فريد. كانت مهمته التسلل عبر أمواج البحر لإيصال الرسائل والأموال إلى عكا المحاصرة، وقد استشهد غرقاً وأمانته مربوطة على وسطه ليجدوه على الشاطئ بعد أن أدى الأمانة حياً وميتاً. إن قرار شاهين وكتاب السيناريو بتحويل ديانته لم يكن إلا لمحاولة إثبات أن المسيحيين العرب شاركوا في الدفاع عن القدس جنباً إلى جنب مع المسلمين ضد الغزاة الأجانب، وهو إسقاط مباشر على واقع مصر في الخمسينيات والستينيات. ارتكب الفيلم جريمة تاريخية في حق القائد بهاء الدين غراقوش والي عكا حين صوره كخائن وصولي يتآمر مع فيرجينيا لتسليم المدينة مقابل ملك سوري. الحقيقة التاريخية تضع قراقوش في مصاف الأبطال، فهو الذي استبسل في الدفاع عن عكا لمدة عامين كاملين ضد حصار صليبي خانق، وهو المهندس الذي بنى قلعة الجبل في القاهرة وقناطر الجيزة. لقد تم أسره في عكا وافتداه صلاح الدين ب10,000 دينار، وهو مبلغ ضخم ينم عن قيمة هذا القائد. إن تحويله إلى خائن في الفيلم كان لغرض درامي بحت لخلق صراع داخلي يبرر سقوط عكا، لكنه ترك جرحاً غائراً في ذاكرة التاريخ السينمائي. في الفيلم ينادى صلاح الدين بسلطان العرب، وتكرر الشخصيات عبارات مثل حق العرب ودماء العرب. تاريخياً صلاح الدين هو قائد كردي الأصل، ولد في تكريت وتعود جذوره إلى مدينة دوين في أرمينيا. في عصره لم يكن الصراع عربياً صليبياً بمفهوم القومية الحديثة، بل كان صراعاً إسلامياً صليبياً، وكان جيشه يضم الكرد والعرب والتركمان. هذا التعريب المتعمد للشخصية كان يهدف إلى موائمة صلاح الدين مع شخصية جمال عبد الناصر زعيم القومية العربية، لدرجة تعديل جمل الحوار في الدوبلاج لاستبدال أي إشارة دينية بأخرى قومية. لم يكتف يوسف شاهين وفريقه بتعديل الشخصيات، بل امتد العبث إلى صياغة أحداث ومبارزات لم تقع أبداً بهدف إضفاء صبغة ملحمية رومانسية على الصراع المادي القاسي. يصور الفيلم مبارزة حامية بالسيوف بين صلاح الدين والأمير الصليبي أرناط رينو دي شاتيون، تنتهي بمقتل الأخير بضربة سيف فنية. المراجع التاريخية ابن شداد ابن الأثير تروي نهاية مختلفة تماماً، فقد أحضر أرناط مكبلاً بالأصفاد إلى خيمة صلاح الدين بعد معركة حطين. عرض عليه السلطان الإسلام فرفض بصلف، فقام صلاح الدين بضربه بالخنجر ففصل كتفه، ثم أجهزت عليه الحاشية تنفيذاً لنذر السلطان بقتله غسلاً لعار الغدر بقوافل الحجاج واستهزائه بالنبي. الفيلم هنا استبدل العدالة العقابية بمفهوم الفروسية القتالية السينمائية. من المشاهد الأكثر تأثيراً في الفيلم هي تلك اللقاءات المباشرة بين ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد وصلاح الدين الأيوبي، حيث يتم تبادل الحديث عن السلام والقدس وحق الشعوب. الحقائق التاريخية تقطع بأن الملكين لم يلتقيا وجهاً لوجه قط طوال سنوات الحرب. كانت المراسلات والرسل، وعلى رأسهم العادل أخو صلاح الدين، هي قنوات التواصل الوحيدة. إن هذا الإقحام للقاءات المباشرة كان يهدف إلى خلق ندية درامية بين بطلي الفيلم، وتمرير رسائل سياسية حول السلام القائم على العدل. يقدم الفيلم ريتشارد قلب الأسد في صورة الملك الذي اقتنع بعبثية الحرب وبحق العرب في القدس بعد أن رأى نبل صلاح الدين.
الحقيقة كانت سياسية بامتياز. ريتشارد لم يرحل حبا في السلام، بل انسحب مضطرا لإنقاذ عرشه في إنجلترا الذي كان مهددا من أخيه جون الملك جون لاحقا، وبالتحالف مع ملك فرنسا فيليب أغسطس. إن تجميل الدوافع في الفيلم حول الصراع من صراع مصالح وعروش إلى صراع قيم ومبادئ، وهو ما يضعف القيمة التوثيقية للعمل. عند وضع الفيلم في كفة وكتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية للقاضي بهاء الدين بن شداد في كفة أخرى، نجد أننا أمام عالمين مختلفين. ابن شداد الذي رافق صلاح الدين في أدق تفاصيل حياته يقدم صورة لقائد متواضع متدين يعاني من المرض أحيانا ويواجه صعوبات هائلة في توحيد الصفوف. أما شاهين فقدم أيقونة لا تخطئ، بطلا قوميا يتحدث لغة القرن العشرين. ابن شداد يذكر أن مجزرة القدس التي ارتكبها الصليبيون في الحملة الأولى سنة 492 هجرية كانت بشعة لدرجة لم ينج منها أحد تقريبا، بينما يبدأ الفيلم بمشهد لاجئين ينتظرون التحرير في محاولة لتخفيف وطأة المأساة التاريخية أو لجر عاطفة المشاهد منذ البداية. كما أن الفيلم نسب اختراع البرج المتحرك والسائل الحارق لشخصية الدمشقي، بينما كانت هذه التقنيات معروفة ومستخدمة قبل ذلك، بل إن بعض المصادر تنسب تفوق المسلمين في هذه الآلات إلى تقنيات أندلسية. أبرز التجاوزات التاريخية في النص هوية عيسى العوام. في الواقع التاريخي كان عيسى العوام غواصاً مسلماً، بينما حوله الفيلم إلى قائد مسيحي لتعزيز فكرة العروبة الجامعة. الشخصيات النسائية، شخصيات مثل فيرجينيا ولويزا، هي محض خيال درامي لم توجد في المصادر التاريخية للحملة الصليبية الثالثة، وأضيفت لإضفاء صبغة ميلودرامية ورومانسية على العمل. لقاء صلاح الدين وريتشارد. يصور الفيلم لقاءات شخصية ومبارزات بين القائدين، بينما تؤكد المراجع التاريخية أنهما لم يلتقيا أبداً، وكانت المفاوضات والهدنة تتم عبر الرسل والوسطاء مثل الملك العادل. ولعكا صور في الفيلم كخائن سلم المدينة، بينما في الواقع قاومت عكا حصاراً مريراً وطويلاً تحت قيادة القائد قراقوش الذي استخدم الحمام الزاجل للاتصال بصلاح الدين. المصطلحات: استخدمت كلمة أوروشليم في الفيلم وهي تسمية عبرية، بينما كان المسلمون يستخدمون بيت المقدس أو القدس. الحدث: الشخصية التصوير السينمائي يوسف شاهين. الحقيقة التاريخية: عيسى العوام فارس مسيحي يرتدي صليبا ويحب لويزا، غواص ومحارب مسلم من مدينة عكا. والي عكا خائن سلم المدينة للصليبيين مقابل وعود بالملك بهاء الدين قراقوش، وزير مخلص قاوم 20 شهرا. هوية صلاح الدين يسور كسلطان للعرب وموحد للعرق العربي، قائد كردي الأصل، كان اهتمامه بالإسلام كالدين. تسمية القدس استخدم اسم أورشليم في بعض مشاهد الفيلم، كانت تسمى بيت المقدس أو القدس. لقاء ريتشارد صلاح الدين. يعالج ريتشارد من سهم مسموم. لم يمرض ريتشارد بسهم مسموم ولم يثبت اللقاء. الشخصية الدور في الفيلم. الحقيقة التاريخية الموثقة الدافع وراء التغيير: عيسى العوام قائد مسيحي ورمز للوحدة الوطنية، غواص مسلم استشهد غارقا وهو يؤدي الأمانة عزيز. مفهوم الوحدة الوطنية والعروبة العابرة للأديان: بهاء الدين قراقشوالي عكا الخائن والوصول قائد، بطل دافع عن عكا عامين، وبنى قلعة القاهرة خلق عقدة درامية، وتبرير سقوط مدينة عكا عسكريا صلاح الدين الأيوبي سلطان العرب، تلميح لجمال عبد الناصر قائد كردي الأصل، سلطان المسلمين الإسقاط السياسي على الزعامة الناصرية والقومية فيرجينيا. جميلة الجميلات. محركة المؤامرات شخصية خيالية لا وجود لها في التاريخ. إضافة: عنصر المرأة اللعوب كفعل محرك للشر. الدرام: لويزا قائدة عسكرية صليبية ورومانسية، شخصية خيالية تماما، إبراز إمكانية السلام والحب العابر للخنادق. الابتكار التقني وتكنيك يوسف شاهين، وإخراج المعارك والمشاهد الصعبة، وعناصر التميز التقني واللغة البصرية وسيميوتيقا يوسف شاهين، ولغة الألوان والحركة سيميولوجيا السينما الشاهينية، والأثر الفني والتقني وتحديات الإنتاج. أظهر يوسف شاهين في هذا الفيلم براعة تقنية سابقة لعصره رغم تواضع الإمكانات المادية مقارنة بهوليوود. تم استخدام مادة خام سكوب ملون، وتمت معالجة الفيلم وطبعه في لندن لضمان أعلى جودة بصرية. واجه شاهين تحدياً كبيراً في تصوير المشاهد الحربية دون الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية. استغرق تدريب المجاميع والخيول 6 أشهر في العباسية قبل الانتقال للصحراء. ومن الحكايات الشهيرة التي تعكس جنون شاهين الفني
لجوءه لتصوير بعض المشاهد في حوض استحمام، بانيو، وفي حمامات سباحة لتوفير النفقات وتحقيق تأثيرات بصرية معينة للماء، وهي لقطات تظهر بوضوح لمن يدقق في تفاصيل المشاهد البحرية. على الرغم من أن يوسف شاهين صرح لاحقاً بعدم رضاه الكامل عن العمل لكونه كان ملتزماً بصياغة تلائم نظرية النظام، إلا أن بصمته الفنية كانت واضحة في التشكيل البصري وحركة الكاميرا. استخدم شاهين لغة إشارية مكثفة، فمثلاً رمز الصقر الذي يتكرر ظهوره في الفيلم يعمل كمؤشر مزدوج يربط بين صلاح الدين وجمال عبد الناصر، صقر القريش، مما يعزز فكرة القائد البطل الذي يراقب ويحمي. كما عمل شاهين على إفراغ الرموز الدينية، الصليب والهلال، من دلالتها اللاهوتية التقليدية، محولاً إياها إلى رموز سياسية تعبر عن الذات العربية والآخر الغازي. يتجلى هذا في مشهد المحاكمة، حيث توظف الإضاءة بشكل مسرحي تغيير الأوضاع بإطفاء وتشغيل النور لرسم التحولات النفسية للشخصيات، وهو أسلوب يبتعد عن الواقعية السينمائية ليقترب من السريالية أو التعبيرية الألمانية. تميز المونتاج في الفيلم بتأثيرات مدرسة سيرجي أيزنشتاين الروسية، خاصة في مشاهد المعارك الكبرى، حيث التقطيع السريع الذي يولد شعوراً بالعنف والفوضى المنظمة، واستخدام زوايا كاميرا منخفضة لتضخيم حجم القوات والخيول. كما أن شاهين وظف مستويات اللغة العربية الفصحى والعامية بذكاء، فالفصحى مخصصة للحوارات الرسمية بين القادة، بينما العامية تظهر في المشاهد التي تهدف لاستثارة عواطف الجمهور أو في لحظات المؤامرة مثل اتفاقيات والي عكا. لم يكن استخدام الألوان في الفيلم اعتباطياً، بل كان لغة سردية موازية للحوار، حيث استثمر شاهين قدرات التصوير الملون سينماسكوب لخلق عوالم متمايزة. الألوان الدافئة والترابية استخدمت لتصوير معسكر العرب والقدس، مما يعطي إحساساً بالارتباط العضوي بالأرض والأصالة. الألوان الباردة والفاقعة الأحمر والأزرق سيطرت على ملابس الصليبيين وأعلامهم، حيث يرمز الأحمر للعنف والدماء، بينما يرمز الأزرق إلى البعد المتعالي وغير الواقعي لحملاتهم. الإضاءة الدرامية في مشهد المحاكمات المتقاطعة استخدم شاهين الظلال لتصوير عتمة الخيانة في والي عكا والنور الذي يحيط بلويزا المظلومة، مما يربط المشاعر الإنسانية بالقيم الأخلاقية المطلقة. رغم الانتقادات التي وجهت للفيلم بخصوص دقة التفاصيل الحربية أو أفورة الأداء التمثيلي في بعض المشاهد، إلا أن الناصر صلاح الدين يظل عملاً فنياً سابقاً لعصره. لقد استطاع شاهين بمساعدة المجاميع الضخمة من عساكر الجيش المصري تصوير معارك ملحمية غير مسبوقة في تاريخ السينما العربية. تسبب الفيلم في أزمة مالية خانقة للمنتجة آسيا داغر، لكنه حجز مكانه في المرتبة 11 ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، مما يثبت أن قيمته الفنية والرمزية تجاوزت خسائره التجارية. كما أن ترميم الفيلم مؤخراً من قبل منصة نتفليكس أعاد اكتشاف عبقرية الألوان والزوايا التي استخدمها شاهين قبل أكثر من 60 عاماً. التفاصيل المصدر التصوير السينمائي نظام سكوب الملون، سكوب معالجة الفيلم طبع وتحميض في معامل لندن، دانهام الموسيقى أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة كارلوس سافينا تدرب الخيول، والمجاميع إشراف محمد الجابري، أساطير الأوسكار وساعة اليد، والأخطاء التقنية والإخراجية، غياب الراكور وسقطات الإنتاج، والنقد السينمائي، جمالية شاهين مقابل صرامة التاريخ، والاستقبال والنجاح المتأخر، وأسطورة الأوسكار. من أكثر الشائعات التصاقاً بالفيلم هي قصة استبعاده من جوائز الأوسكار بسبب ساعة يد ظهرت في معصم أحمد مظهر أو أحد الجنود. والحقيقة أن الفيلم لم يرشح أصلاً لجائزة الأوسكار عام 1963، بل رشحت مصر فيلم أم العروسة لتمثيلها في ذلك العام. ورغم وجود لقطة تظهر فيها ساعة يد بالفعل في الدقيقة 1:35 و45 ثانية، إلا أن قواعد الأوسكار لا تستبعد الأفلام بسبب أخطاء إنتاجية بسيطة كهذه، مما يجعل القصة بأكملها من قبيل الأساطير السينمائية الشائعة. رغم الضخامة الإنتاجية، إلا أن الفيلم يعاني من أخطاء بصرية وتقنية فادحة، يرجع بعضها إلى ضعف الرقابة على التفاصيل، والبعض الآخر إلى ضيق الوقت أو اعتماد شاهين على الإيهام بدلاً من الدقة. تعد ساعة اليد التي ظهرت في معصم الفنان أحمد مظهر في إحدى اللقطات هي الخطأ الأشهر في تاريخ السينما المصرية،
وهي سقطة راكور تاريخية كبرى لفيلم تدور أحداثه في القرن الثاني عشر. كما رصد النقاد أخطاء في ملابس المجاميع، ففي لقطات الإحرام ظهر ممثل يرتدي ملابس مخيطة تحت الرداء، وهو ما يبطل الإحرام شرعاً، مما يدل على غياب المستشار الديني أو التاريخي عن موقع التصوير. يعاني الفيلم من مشكلة عدم التوافق الصارخ بين حركة الشفاه والصوت المسجل، وهو ما يعرف بالديسينك. يلاحظ المشاهد أن الممثل ينطق كلمات معينة بينما يخرج صوته بعبارات مختلفة تماماً، خاصة في الحوارات التي تحمل صبغة سياسية قوية حول العروبة. يبدو أن الرقابة أو التوجه السياسي فرض تعديل الحوار بعد التصوير، مما أدى إلى هذه الفجوة التقنية التي تضعف من صدقية الأداء. بالرغم من مهارة يوسف شاهين في استخدام المونتاج لخلق شعور بالضخامة، إلا أن تدقيق النظر في المجاميع يكشف عن كوارث، فبعض الجنود يظهرون وهم يضحكون أمام الكاميرا، وآخرون يسقطون قبل أن يلمسهم السيف. كما ظهر جندي يضرب عدوه ببطن السيف، ومع ذلك ينزف الممثل دما غزيرا في مشهد يفتقر إلى البديهيات القتالية. من الناحية الفنية البحتة، يظل الناصر صلاح الدين عملا مبهرا. لقد استخدم شاهين الإضاءة والمونتاج الإيقاعي السريع بقيادة رشيدة عبد السلام لخلق ملحمة بصرية تتجاوز الإمكانات المادية المتاحة في ذلك الوقت. الموسيقى التصويرية لأنجيلو لافانينو أضافت بعداً كونياً على الصراع، محولة إياه من معركة محلية إلى مواجهة بين حضارات. لكن يؤخذ على شاهين ميله إلى الميلودراما الزائدة في بعض المشاهد، خاصة تلك التي جمعت زكي طليمات وليلى فوزي، حيث اتسم الأداء بالمسرحية المفرطة والافتعال. كما أن الفيلم عانى من ترهل في الإيقاع بعد وصول ريتشارد، حيث غرقت الأحداث في تفاصيل القصص الفرعية، قصة لويزا وعيسى، على حساب التطور الدرامي الرئيسي للمعركة الكبرى. عندما عرض الفيلم لأول مرة في فبراير 1963 لم يحقق النجاح الجماهيري المنشود في صالات السينما، وفشل في تغطية تكاليف إنتاجه الضخمة. ويرجع ذلك إلى طول مدة العرض واللغة الفصحى التي قد تكون شكلت حاجزاً لبعض فئات الجمهور آنذاك. لكن بمرور الوقت ومع عرضه المتكرر في التلفزيون المصري والعربي، تحول الفيلم إلى أيقونة خالدة. ارتبط بالفيلم أسطورة شعبية تقول بأنه رشح للأوسكار، وتم رفضه بسبب ساعة يد ظهرت في معصم أحمد مظهر في أحد المشاهد. الحقيقة التاريخية والسينمائية تؤكد أن الفيلم لم يرشح أصلاً للأوسكار، وأن قصة الساعة هي مجرد خرافة تداولها الجمهور لتفسير عدم وصول الفيلم للعالمية، أو ربما لإخفاء حقيقة أن الفيلم لم يلقى القبول الجماهيري الأول. ومع ذلك، فإن ترشيحه لجائزة مهرجان موسكو السينمائي الدولي عام 1963 يظل اعترافاً دولياً بمستوى العمل الفني لملايين. فاليوم عندما يذكر عيسى العوام تقفز صورة القائد المسيحي المخلص إلى الأذهان، وعندما يذكر صلاح الدين نستعيد ملامح أحمد مظهر وهو يتحدث عن العروبة. إن النقد الموجه للفيلم لا يقلل من قيمته الفنية كعلامة فارقة في السينما العربية، ولكنه يعيد التذكير بأن السينما وسيط للحكي وليست أداة للتوثيق. إن الخطورة تكمن في اعتماد الأجيال على هذا العمل كمرجع معرفي وحيد، مما يؤدي إلى تشويه الوعي بالتاريخ الحقيقي وبطولات رجاله الحقيقيين مثل بهاء الدين قراقوش وعيسى العوام المسلم. يبقى الفيلم شاهداً على عصر الأحلام الكبرى، حيث كان الفن يطمح لتغيير الواقع عبر إعادة صياغة الماضي، حتى لو تطلب ذلك التضحية بدقة السجلات التاريخية لصالح بهاء الصورة وقوة الرسالة السياسية.